اللي حصل ده مستحيل يبقى اللي عمله بني ادم، اكيد اللي عمله جن او عفاريت. الكام يوم اللي كانوا موجودين فيهم في القريه دول عدوا كانهم سنين مش كام يوم، من كتر الخنقه والرعب اللي كانوا موجودين في الوقت ده وفي نفس المكان وفي نفس الشارع. كلام زي النار بيوصل لكل بيت ويزود الرعب اكتر، لكن الحقيقه لسه بعيده. في القاهره في صحفي كتب وقال ان دي جريمه متنظمه حلوه قوي، واتفتحت سيره المافيا. يمكن حد من العائلات دي شافوا حاجه كبيره. ناس تانية قالت احنا مش غربة عن الطار، بس اللي حصل مش زي الطارات بتاعتنا. الكل بيشك، لكن مفيش اي حد عنده دليل واضح او حاجة نوضحها للناس. والسؤال هنا يفضل ليه 3 بيوت بسيطة في قرية صغيرة، وليه بالطريقة البشعة دي؟ انتشرت رواية تانية بتقول ان ده ممكن يبقى انتقام شخصي، يمكن حد من العيلة شايل منهم فقال يخلص عليهم. لكن ناس كتير قالت اللي هيقتل شخص واحد، مش هيقتل 3 بيوت كاملين، خصوصا ان الجريمة اتنفذت بدقة شديدة جدا من غير ولا صوت. يبقى لو ده انتقام، مين يقدر يعمله بالطريقة البشعة دي؟